السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل النهاردة ان شاء الله القراقيش والقراص بعجوة الناعمة جدا جدا، وتقدروا من نفس العجينة وبنفس الخطوات تعملوا كحك العيد وتعملوا كل النواعم بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. واقول لكم على حاجة جديدة ان شاء الله كده تنفذوها ويطلع معاكم الكحك ناعم جدا. الحاجة اللي دايما كلكم بتشتكوا منها ان الكحك بيطلع معاكم خشن، لان كمية السوائل بتكون كتيرة، فاحنا ان شاء الله هنحط كمية صغيرة جدا من السوائل، وهقول لكم ازاي الكحك يطلع ناعم ودايب جدا جدا. و خطوة واحدة بس هتعملوها إن شاء الله يطلع معاكم الكحك مظبوط، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم. هنبدأ بقى كده الخطوات مع بعض. معايا نص كوباية مية أو لبن دافي، وهنحط معلقة صغيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر، ونقلبهم كويس ونسيبهم بالشكل ده. معايا كوباية سمنة على معلقتين سمسم على معلقتين زيت. هنسخن بقى كل ده على النار. معايا نص كيلو دقيق بالظبط هننخلهم بالشكل ده، ومعايا حوالي معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلبهم كده مع بعض. هنا غلينا السمنة مع السمسم، هنضيفهم بقى على الدقيق ونبس طبعا بالطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها بالشكل ده. لما تبرد نبدأ كده نبس الدقيق مع السمنة. يبقى بالظبط نص كيلو دقيق اخد كوباية سمنة ومعلقتين زيت. هنا حطيت معلقة خل، معلقة كده كبيرة بس مش مليانة قوي. هنضيف بقى الخميرة، احنا قلنا نص كوباية بالظبط. شوفوا العجينة لسه ناشفة، وده اللي بيحصل معاكم لما تضيفوا السوائل. هنا بقى الخطوة اللي بقولكوا عليها، هناخد العجينة على دفعتين عشان الخلاط يعني ما نتقلش عليه، وهنبدأ نحطه كده في الخلاط في الكبة. العجينة نعمت جدا معانا وما ضفناش سوائل بزيادة. شوفوا لما اجي افردها كده بتظبط معانا جدا. كمان لما بنقطع العجينة ما فيهاش عرق خالص، ناعمة يعني، واضح حتى العجينة ان هي مظبوطة. بصوا كده. ولما بلفها العجينة ناجحة جدا. نفس العجينة دي على فكرة تقدروا تعملوا بها كحك العيد بالملبن بقى وبكل الحشوات اللي بتحبوها. احنا نعمل القراقيش بطريقة برضو يعني مختلفة شوية. احنا اخدنا نص العجينة وفي صينية كده، طبعا لو عايزين صينية تكون اصغر شوية بحيث ان هي تطلع القراقيش يعني سميكة شوية، بس هو كده يعني ظبطت معايا. وبظبط الجوانب بالشكل ده عشان ما تبقاش رقيقة من الأطراف. وهنبدأ بقى نقطعها بقى. أنا يعني مش متمكنة أوي في التقطيع، فيعني نحاول بقدر الإمكان نظبط التقطيع على صوابع كده طويلة. ونبدأ نعمل برضو كده من الناحية التانية، يعني على شكل القراقيش تقريبا. وهنا بقى العجوة هنحشي كده النص التاني من العجينة بالعجوة، ما حطيتش عليها أي إضافات. ونفردها كده، ممكن نفردها برضو على الرخامة بتبقى يعني أسهل. ونبدأ نعمل فيها خطوط عشان يعني يبقى شكلها مميز شوية. عايزة تسيبيها كده زي ما هي مفيش أي مشكلة. هنبدأ نعمل الخطوط دي. هنكون بقى مسخنين الفرن، وهنحط الصينيتين على الرف العلوي مش تحت، وهنشغل الفرن من تحت على درجة حرارة 200، وهنسيبه بقى لحد ما يستوي. بياخد حوالي نص ساعة. شو بقى القراقيش خفيفة جدا وفي نفس الوقت ناعمة كمان، يعني خفيفة وناعمة وهشة بجد حلوة جدا جدا.
يعني ملحوظة فعلا الكمية السوائل لما بتزيد هي اللي بتنشف القراقيش أو النواعم عموما. بصوا بقى فعلا القراقيش مستوية. بصوا بقطعها بمنتهى السهولة وكمان هي هشة جدا وناعمة، واللي بعجوة بجد حلوة قوي كمان وناعمة جدا. انا اكتر حاجة بتلفت نظري لما بيكون القراقيش خفيفة، يعني خفيفة وهشة في نفس الوقت وناعمة بجد بقى مع كوباية شاي حاجة جميلة قوي. وإن شاء الله كده لو نفذت الطريقة والخطوات كلها والمقادير إن شاء الله تطلع مظبوطة معاكم، ونفس الطريقة تقدروا تعملوا بقى كحك العيد. إن شاء الله نعمله مع بعض كده خطوة خطوة. لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم يا ريت بقى سبسكرايب للقناة وشير كده ولايك، وإن شاء الله كده تشوفوا معايا كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.